السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي منتظر، رجعت لكم فيديو جديد. أني ما مباوع مباراة العراق وروسيا، فراح أباوعها وأنتوا هم باوعوها وياي. يلا. هذا الشاب من خلال لعب الكرة الأولى قبل أن تنطلق مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب. إذا مباراة جميلة، وأيضا نقول لمشاهدينا وباللغة الروسية مساء الخير بالروسية دوبري فيتشر. إذا ننتظر انطلاق المباراة ونتمنى أن نشاهد مستوى جميل، مستوى مميز، تصل الكرة إلى زيدان إقبال لكي نشاهد لمسات هذا اللاعب مع بقية الزملاء. أيضا إبراهيم بايش نجم بطولة الخليج. كرة الآن المنتخب الروسي يستحوذ على الكرة، وهذا أمر طبيعي. منتخبنا بتنظيم دفاعي، العرضية المحاولة، الكرة تبعد، تصطد بمصطفى التأهل إلى المونديال. أيضا منتخبنا الأولمبي بتواجده في بطولة الدوحة الدولية. ناحية أيمن، كنترول من أيمن، بالقرب منه زيدان. علي الحمادي، الكرة يحاول أن يصل إليه لكن تصل إلى سيرجي بيساكوف للدفاع الروسي. مرة أخرى خطأ بالإبعاد. يلا يا إبراهيم بايش، إبراهيم الله يا إبراهيم، كرة حاول يستغل خروج الحارس لكن بالنهاية شاهد المخرج مركز على التمريرة كانت خاطئة من الحارس بيساغوف، لكن والله حلوة يا إبراهيم، حلوة، لعبها يعني كما هو مطلوب، لكن المدافع حاضر رسلان ليتفينوف. إذا الخطورة الأولى في هذا اللقاء حاضرة. جولة لا ما جولة. شاهدناه من قبل اللاعبين. منتخبنا ناجح من حيث التكتيكية، وخيزوس كاساس يوجه اللاعبين. برافو، حلوة الضغط من زيدان، تمريرة إلى علي الحمادي، التحرك ما بين قلب دفاع المنتخب الروسي. علي الحمادي، الله 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 على هذا الأداء، على هذه الدقائق العشر الأولى المميزة لمنتخبنا. شاهد التمريرة، يا عيني على التمريرة، موسيقار بدأ يعزف أجمل الألحان ومرر كرة زيدان إلى علي الحمادي، لكن علي الحمادي هو لعبها أيضا، لعبها بشكل جميل، والكرة مرت بجوار القائم الأيسر من خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء. الكل وكل من يشاهد اللقاء ومن خلال الربع ساعة الأولى يشعر بالتفاؤل، يشعر بالفرح، يشعر بالهدف الأول قادم، لكن الكرة أيضا علينا استغلال هذه الأخطاء. هذه المرة علي الحمادي حاول أن يستغل التمريرة الخاطئة من الحارس. شاهد خلونا يعني ما نتحدث عن الكرة، نتحدث عن الضغط. هذا الضغط اللي أدى إلى تكرار ارتكاب الأخطاء من قبل اللاعبين الروس، والعصبية بدأت واضحة على هذا اللاعب اللي سبق ومثل مايوركا. كرة المنتخب الروسي، المحاولة ابعد، وحسن التغطية، التسديدة حلوة التدخل من حسن في التوقيت المناسب، يعني من بعيد يذكرنا بأرشافينا، لاعب نادي أرسنال من حيث الانطلاقة وتكتيك اللاعب. المحاولة الآن المنتخب الروسي يحاول التسديد، لكن التسديد، وهذا هو سلاح المنتخب الروسي. يلا يا حسن، يحاول يمر، يبحث عن زميل هذه المرة الثانية. حسن يستلم الكرة ولا يجد زميل بالقرب منه، يعود بالكرة إلى علي عدنان، وبالتالي من علي عدنان إلى جلال حسن. جلال، كرة أمامية تعبر خط المنتصف إلى علي الحمادي. يلا يا أيمن، هي جول. لا أيمن حسين بانفراد بكرة وهو يواجه المرمى، وسط حصرة عدنان درجال في اللقطة. من جلال وصلت على طبق من ذهب. يا أيمن، فرصة سانحة والمرمى أمامك، لكن الكرة ضاعت، هدف ضاع على منتخبنا، وهذه فرصة ثالثة محققة تضيع على منتخبنا. شاهد مر وتقدم، لكن اضغط يا حسن، حلوة يا حسن. كرة الآن المنتخب الروسي، برافو يا علي عدنان، تمرير أمامية بانطلاقات علي الحمادي يحاول بالسرعة، بالمهارة، بالحس التهديفي. علي الحمادي ينتظر الزميل، مر وتقدم علي الحمادي العرضية، يا الله، يا عيني ويا سلام ويا
جمالك ويا مهارتك يا علي الحمادي في اللقطة الماضية. شاهد ثقة هذا اللاعب، مر وتقدم ولعب الكرة العرضية، لكن العرضية صدت بماكسيم أوسينكو في ملعب فيجيت. كرة تبعد، إبراهيم بايش المنتخب الروسي، علي عدنان، حلوة يا أيمن، الحمادي، علي الحمادي كرة خطرة، منتخبنا يحاول زيادة عددية. يلا يا زيدان، يلا يا زيدان، الله يا زيدان، عندما تصل الكرة إلى زيدان في هذا الشوط وفي الدقائق الماضية المنتخب الروسي. لكن يبقى المنتخب الروسي خطير لما يمتلكه من عناصر، ما يمتلكه من حلول. الضغط يا شباب، يلا يا علي عدنان، كرة الآن داخل منطقة الجزاء. الله، حلوة يا مصطفى ناظم، والإبعاد وبفدائية، والكرة إلى الركض الركنية. نقترب من نصف ساعة أولى من اللقاء مشاهدينا متابعي قناة الرابعة الرياضية، وعلى المستوى التكتيكي إلى الآن وإن شاء الله يستمر هذا التفوق. كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخبنا. برافو، حلوة يا إبراهيم، يلا زيادة عددية حاضرة، الزميل حاضر، تسديدة قوية، حلوة يا إبراهيم على سياسة ومبدأ القادمون من الخلف. الضغط ولد استخلاص كرة، وشاهد زيادة عددية، 3 مهاجمين على مدافعين، ولكن إبراهيم بايش سدد، والتسديدة أنقذها ببراعة الحارس سيرجي. من جهة اليسار اضغط يا أسامة رشيد، إبراهيم بايش جهة اليمين يحاول أن يضغط على اللاعب الروسي، كرة المنتخب الروسي يحاول، الكرة خطرة، اضغط يا علي الحمادي. الله على التسديدة والكرة والإبعاد من جلال حسن. على المستوى الدفاعي هنا أخطر كرات المنتخب الروسي، هي أخطر كرات المنتخب الروسي، لكن أصبحت سهلة على منتخبنا بتواجد جلال حسن اللي أبعد الكرة بكل براعة. الله على براعة جلال في اللقطة. زيدان إقبال يحاول، الله يرقص على أنغام الطرب الروسي، وهنا يشاهد الكرة مررها إلى أيمن، لكن خروج الحارس. شاهد اللقطة الماضية، لمس الكرة لمرات قليلة، لكن كانت لمسات ممتعة ومثيرة وخطيرة. هنا التسديدة، برافو جلال، والكرة وهدف أول. أبعد الكرة جلال حسن، أتت المتابعة أنتون ميراتشوك، وهدف أول للمنتخب الروسي في الدقيقة 5 من الشوط الثاني. هدف أول، هدف أتت من خلال المتابعة للمهاجم أنتون ميراتشوك، دخل بديل، وبدخوله أتى الهدف الأول للمنتخب الروسي عن طريق اللاعب ميراتشوك. المنتخب الروسي تنويع باللعب، يحاول يمر، كرة خطرة، ضغط من أسامة رشيد، تسديدة تصل سهلة إلى جلال حسن. ميراتشوك، المنتخب الروسي خطير في الشوط الثاني، كرة خطرة، لكن مرت بسلام على مرمى منتخبنا وعلى مرمى حارسنا جلال حسن. المنتخب الروسي في الشوط الثاني يعني شكله أن اللاعبين تلقوا توجيهات قاسية ما بين الشوطين من المدرب فاليري كاربين، وبمعنى آخر أيضا منتخبنا كان ممتاز في الشوط أمامية الكرة ناحية سيرجي بانييف، ضغط يا علي فائز، خطرة المنتخب الروسي، خطرة داخل منطقة الجزاء، سدد كرة وهدف ثاني. يعني مر بسهولة من جهة اليسار، مر وراوغ ودخل منطقة الجزاء وسدد. شاهد التمرير هو لا خسرنا، راح نخسر وندري راح نخسر. سلاح الكرات الطويلة خلف مدافعينا، وسرعة اللاعبين الروس هم أسرع من لاعبينا، وشاهد مر بكل سهولة، مر وتقدم، راوغ علي فائز وسدد الكرة. وين الضغط، وين البريسينج، وين المتابعة؟ دانييل جليبوف إلى القائد دانييل فومين، عودة كل لاعبين إلى المناطق الدفاعية.
شاهد التباطؤ بالضغط على لاعبي المنتخب الروسي. هنا محاولة كرة خطرة، الله يا جلال، مرة ثانية عادت راسية، جلال 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 يواجه المد الروسي الهجومي، والكرة لا تزال داخل منطقة الجزاء، راسية خطرة خطرة. ابعد يا علي فاز، ابعد يا علي فاز. اختلاف الأداء ما بين الشوط الأول والشوط الثاني، هل يعود إلى العامل البدني، إلى اللياقة البدنية؟ شاهد اللقطة أشبه بركلة جزاء متحركة، لكن شاهد مرة أولى ومرة ثانية، وجلال حسن وحيدا فريدا في ثواني ماضية المنتخب الروسي يواجه جلال حسن، وجلال ينجح بكل براعة بهذه اللقطة واللقطة اللي قبلها ولقطة الشوط الأول. وعلي عدنان المنتخب الروسي الآن التسديد لكن إلى الخارج. علي عدنان ترك أرضية الملعب، وأيضا إبراهيم بايش. الآن حسن رائد يتواجد مدافع جهة اليسار، وحسين عمار. عدنا إلى الرسم التكتيكي 4 مدافعين. خطأ للمنتخب الروسي، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، الرأسية، العارضة تبعد الكرة، وأمجد عطوان مرة ثانية. عامل اللياقة، بالتأكيد اللياقة تؤثر على التركيز، والتركيز يؤثر على الأداء، وهذا ما ظهر واضحا في أداء لاعبين في الشوط الثاني. هنا القائم الأيسر